السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق فأنت خير الفاتحين. بحب أشكر السادة الحضور وكل شرفونا، الأستاذ إسحاق غالي والأخوة ممثلين جبل الحرة والسيد إبريل نقابة العمال. في البداية بتوجه بخالص الشكر العميق لسيادة اللواء أسامة فرج رئيس مدينة حلوان، أخونا الكبير اللي دايما عودنا إن هو يرعى الشباب وفكر الشباب، وكان نفسنا إن هو ينورنا بس في شيء ما أخره. أنا أحب أقول إن إحنا الاحتفال ده مش عاملينه عشان نجيب رئيس الجمهورية على المنصة أو نجيب لواء أو رئيس الأركان، لا إحنا كلنا شباب، لأن إحنا بنتكلم باسم الشباب وبنعبر عن الشباب، واللي ماتوا دول كانوا شباب، يعني 99% من اللي توفوا وضحوا بأرواحهم وأنفسهم دول شباب. فممكن البعض يقول مين اللي على المنصة ومين اللي قاعدين؟ البني آدم فينا بعمله وعلمه مش بوضعه الاجتماعي، واي انسان بيسعى انه يتبوأ مكانه في المجتمع لازم يهدي ولازم يدي. مفيش حد فينا هيقدر يدي باي شكل من الاشكال اكتر من اللي ضحوا بارواحهم. انا امل، يعني انا مش قانع لغايه الان باللي اتعمل للشهداء او لاسر الشهداء. ان كنا احنا ما قدرناش نكرمهم في حياتهم، فاقل شيء ان احنا نقدر نكرمهم ونديهم تقديرهم في مماتهم. وآمل بتضافر جهود الأخوة الأفاضل الأستاذ إسحاق غالي والأخوة رجال الأعمال الشرفاء اللي كل اللي يهمهم إن هم يعملوا لله ويقدموا الخير، إن إحنا نحاول نوضع استراتيجية أو خطة إن إحنا نقدم ولو شيء بسيط لأهالي الشهداء. وإن شاء الله ده مش حفل عادي الغرض منه ان احنا نتربح او ان احنا ناخد دعم او ان احنا ناخد معونة من حد، ولكن احنا كان نفسنا نقول كلمتنا للناس كلها ونعبر عن اللي في قلوبنا. فانا بناشد الاستاذ إسحاق غالي ممثل الكنيسة واللواء أسامة فرج وكل رجال الاعمال والشرفاء ان هم يحطوا ايدهم في ايد بعض بجد، ونقدر نعمل حاجة للشهداء، مش شكل ميدان ولا اتنين ولا مدرسة، لا لازم نعمل حاجة لأسرهم الغير قادرين اللي فقدوا اعز ما لديهم. فارجو ان احنا نحاول ان احنا نعوضهم وارواحهم عند ربنا. وشكرا جزيلا للسادة الحضور وكل اللي شرفونا وشاركوا في حفلنا المتواضع. شكرا.